انخفاض مستمر للفرشة المائية بحوض قلميم يقدر بنصف متر سنويا. هنا بهذه الضيعة الفلاحية اضطر صاحبها للتخلي عن جزء كبير منها، وذلك بسبب النقص الحاد والمتواصل في الموارد المائية أمام توالي سنوات الجفاف بالمنطقة. 3 سنين دابا ديال الجفاف، الماء كيبعد، التكاليف كتزاد وما لقينا حل لهذا الشيء. وكالة الحوض المائي التي قدرت العجز السنوي للموارد المائية في حوض قلميم ب5 ملايين متر مكعب تنكب حاليا على إعداد عقد للفرشة المائية لتقنين استعمال المياه والاقتصاد فيها، مع وضع تدابير جديدة لتعبئة الموارد المائية. وكذلك تنشتغلوا فيما يخص التغذيه الاصطناعيه ديال الطبقه المائيه هذه، وتفادي ضياع الفائض ديال المياه السطحيه ديال واد الصياد نحو البحر، وادخاله في هذه الخزانه ديال الجوفيه. والتحدي أيضا يطرح على مستوى الماء الشروب، فحاجية سفينة قلميم تقدر في أفق 2015 بنحو 9 ملايين متر مكعب، فيما الموارد المائية لا تتجاوز حاليا 6 ملايين متر مكعب.